النهاردة النادي الأهلي هيلعب في دوري أبطال أفريقيا. طبعا هيكون التحدي صعب، مش قوة فريق، مش كقوة منافس، إنما التحدي كبير اللي هيكون بيواجه مدرب النادي الأهلي. مدرب النادي الأهلي زي ما كلنا عارفين إن هو لسه جديد، فدي الصعوبات اللي هتواجه الفريق، إن المدرب لسه جديد، فلسه معرفش مراكز اللعيبة وتعرف على اللعيبة بشكل كافي. فأول ماتش ليه هيكون في أفريقيا، وده طبعا يعني الحظ إن هو كنا ممكن نقول إن ممكن يكون أول ماتش في الدوري، وده هيكون أفضل، بس ده اللي حصل، وهيلعب أول مباراة ليه في دوري أبطال أفريقيا. طب أنت بتقولي ليه أول ماتش المفروض كان يكون في الدوري؟ هقولك ببساطة، لأن مباريات الدوري بتكون أسهل من مباريات أفريقيا. فالمدرب الجديد لو لعب في الدوري في جمهور وفي ثقة وعلى أرضنا، إنما حاليا رايح يلعب في أفريقيا في أرض غير أرضنا ومش موجود جمهور الأهلي، التحدي بيكون صعب إلى حد ما، التحدي بيكون صعب على الفريق. فالنادي الأهلي يا رب يكون قد المسؤولية النهاردة، ويكون عنده القدرة ان هو يتخطى المباراة دي ويفوز بيها. طبعا النادي الاهلي بلا منازع هو افضل فريق في مصر لحد اللحظة دي. النادي الاهلي افضل فريق في مصر لحد اللحظة دي. نادي الزمالك بيواجه ضغوطات كبيرة وممكن يعلن افلاسه. بيراميدز النسخة دي مش نفس النسخة بتاعة الموسم اللي فات. هتبص على فرق كتيرة مش نفس النسخة بتاع الموسم اللي فات. فالنادي الأهلي هو أفضل فريق في مصر لحد دلوقتي. طبعا النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي ناجحين غير أي مجلس إدارة نادي تاني، غير مجلس إدارة أي فريق تاني. النادي الأهلي عنده أقوى مجلس إدارة في مصر، بل في أفريقيا. النادي الأهلي من النوعية اللي لو وقع بيعرف يقوم. النادي الأهلي لما بيقع بيقوم، وبيقوم أقوى من مكان. النادي الأهلي عنده القدرة إن هو مثلا وقع النهاردة مش هيكمل شهر هتلاقي النادي الأهلي في العالي. ممكن يعمل صفقات ويجيب مدربين لأجل النادي الأهلي إن هو ينجح من تاني ويقف على رجليه. ده النادي الأهلي، وده المعروف عن النادي الأهلي، وده اللي احنا كلنا عارفينه على روح النادي الأهلي. النادي الأهلي لما بياخد بطولة بالنسبة له شيء عادي، وبالنسبة لجمهوره شيء عادي. بناخد البطولة الساعة اللي بناخد فيها البطولة بندور على بطولة تانية. إنما عندنا الزمالك لما بياخد بطولة بيفضل فرحان بيها 3 سنين 4 سنين 5 سنين لحد ما تجيله بطولة تانية. كلنا عارفين الكلام ده. فالنادي الأهلي طبعا غير أي نادي. في إعلاميين ضد النادي الأهلي على بعض القنوات، وفي إعلاميين مع النادي الأهلي، وطبعا دول عارفينهم كويس. طبعا عندنا إبراهيم عادل، احتمال كبير إن هو في الأهلي، احتمال كبير جدا جدا بنسبة 90% إن إبراهيم عادل في الأهلي. هتقولي ليه؟ هقولك لأن ببساطة كابتن عماد النحاس كان منزل منشور بيقول
يعني بيلمح كده الفرحة المنتظرة، فرحة إبراهيم عادل. وكان تحت في التعليقات إبراهيم عادل كاتب له إن هو يتمنى. طب دي مؤشرات خطيرة، خطيرة جدا، إن النادي الأهلي يعمل صفقة مع بيراميدز ونجيب إبراهيم عادل، وهتبقى صفقة الموسم. طبعا طلعت بعض الأقاويل إن رمضان صبحي جاي النادي الأهلي. الأقوال دي غير صحيحة لحد الآن، والنادي الأهلي لسه واخد موقف من اللاعب رمضان صبحي. مش أي كلام يتصدق وأي كلام يتمشي وراه. فهو النادي الأهلي في الفترة دي هو عارف بيعمل ايه، وعارف ممشي أموره ازاي. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي طبعا بعد ما كان قدم اعتزاله، لا هيكمل مع النادي الأهلي، وطبعا هيكمل بشكل كبير مع النادي الأهلي. طبعا كابتن خطيب الجمهور حسسه بمكانته العالية، وطبعا هو مكانة كابتن محمود الخطيب عالية عند جمهور النادي الأهلي، فهو رجع علشان الجمهور وعشان مصلحة الفريق. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، والسلام عليكم.